السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، ويتجدد اللقاء والموعد مع حضراتكم في محتوى جديد وبطولة جديدة تضاف لدولاب النادي الأهلي. ألف مبروك لأحباء النادي الأهلي، وصباح الفل ومساء الفل على الأهلي وعلى الأهلاوية من المحيط للخليج وحتى الدول العربية والدول الأفريقية. بطولة جديدة تضاف لدولاب النادي الأهلي، ومش جديد على النادي الأهلي انه يفوز او انك تراهن على النادي الاهلي. نقدر نقول ان الترجي خسر البطوله في تونس، واعتقد ان يعني او مش عايز اجزم ان اصلا لعيبه الترجي كانت يعني عارفه انها جايه، وجوه قرار نفسها كل لعيب عارف ان هو خسران طالما تعادل مع الاهلي في تونس وما قدرش يحقق نتيجه ايجابيه. طبعا التاريخ اللي بيقول كده هو ان الترجي ما فازش على الاهلي ولا مره في القاهره، ولا على فريق مصر تقريبا فاز على الزمالك مره واحده يتيمه. زعلان طبعا من المذيع عصام الشوالي، يعني التحيز واضح قوي لفرقه الترجي، فخلينا نقول ان التمس له العذر برضه، انها بلده وفرقته وده عادي. وحتى يعني يمكن محمد علي بيجي معانا شويه وكده. هو بصراحه انا عايز اعتذر برضو لامام عاشور. امام عاشور بصراحه يعني لعيب اوروبي بصراحه، ويلعب في اتقن نادي في انديه اوروبا. بعتذر لامام عاشور ليه؟ جايز هو لما كان في الزمالك انا ما كنتش بتابع الزمالك وده هو، بس طبعا هي اراء النقاد الزملكاويه ومحبي الزمالك ان امام حتى لحد هذه اللحظه ما اداش نص اللي كان بيديني الاهلي الزمالك، او حتى نص مستواه لما كان في الزمالك. فانا زعلان من نفسي ليه؟ لان انا ازاي ان انا ما كنتش اعرف القدرات دي لامام عاشور لما كان في الزمالك. بصراحه بشوف موهبه، يعني بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا ابن لوالديك ولناديك النادي الاهلي. وبشكر بجد ان هو اللي قدر يتعاقد مع الصفقه دي، صفقه امام عاشور. بصراحة إضافة قوية وصفقة فعلا يعني من العيار الثقيل، لو يزعلوا مني الزملكاوية، بس أنا بتكلم على إن الأهلي عرف يجيب لعيب في مقدرة إمام عاشور ويبقى إضافة للفرقة، وزي ما بنشوف بيصنع الفارق. ومعاك إمام عاشور وحسين الشحات والنينجا، وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر، وأكرم توفيق الرئة الثالثة والرابعة، فما تخافش على الأهلي. في مباراة بطولة للأهلي عايز تروح تنام روح، هترجع يقول لك الأهلي خد البطولة. في بطولة للأهلي أو مباراة شغالة عاوز تروح دوامك أو شغلك روح، ومش فاضي تتفرج، تأكد هترجع يقول لك الأهلي خد البطولة أو كسب المباراة. أنت مع الأهلي فعلا ما تقدرش تغمض عينيك. بنشكر رئيسه وكابتن محمود الخطيب، يعني ربنا يكرمك ويعني توفيق غير عادي. يعني إيه السر؟ السر اكيد هيبقى كابتن محمود الخطيب، راجل بتاع ربنا، راجل ملوش دعوه بحد، راجل بيشتغل بيشوف شغله. شفنا بنفسه ركب عربيه بتاعت الاستاد بتاعت الاسعاف، وكان بيشرف على الاستعدادات للمباراه. ربنا يكرمك كابتن محمود الخطيب، وانت قدوه ومثل لكل اللعيبه، وفعلا اللعيبه بتخاف تزعلك، ويعني فعلا بيبقى في مردود جيد منهم. وخلينا نقول ان المباراه بتاعه الاهلي والترجي خلصت في تونس، لان الاهلي في تونس كان افضل. الاهلي والله كان ممكن يخلصها في تونس، تمام. فهنيئا لك ان كنت عزيزي الاهلاوي، ان كنت مشجع للاهلي، فانت بصراحه يعني محسود، وان الاهلي ده يكون نادي في مصر. بصراحه انا بحسد المصريين على النادي الاهلي المصري، وان ابنك حتى ان انت تجيب ولد ويطلع اهلاوي، فانت هترحمه من معاناة وضغط وسكر وحاجات كتيرة في المستقبل، ووفرت عليه بلاوي كتيرة اقسم بالله العظيم، زي ما بنشوف. مع كل التقدير لمشجعي الاندية التانية، البطولة ال 12 للنادي الاهلي، وبيننا هتعود ايام جوهانسبرج وايمن منصور والهدف اللي جابه في الزمالك لما الزمالك كسب الاهلي 1-0 في، لو ما تخنيش الذاكرة، في جوهانسبرج. هنشوف يعني سنين وسنين عدت على المباراة دي. هنتفرج بقى على السوبر. وقبل اي شيء، انتمائك اهلاوي ولا زملكاوي يا جماعة، ده حاجة فخر الكرة المصرية. الكرة المصرية بتسيطر على الكرة الافريقية، بسم الله ما شاء الله.
ونمسك الخشب برضو، ولادنا برضو الزملكاويه وولادنا الاهلاويه. دي حاجه جميله جدا. قبل ما تنتمي للنادي دون او تنتمي للنادي دون او تحب النادي ده يفوز او النادي ده يفوز، فوز الزمالك بالكونفدراليه دي حاجه جميله. مش عارف، عندي يعني لو حضراتكم تتفقوا معايا يعني تحفظ بسيط كده، هو اللي هو يعني ليه كابتن احمد حسن عنده تحفظ، يعني ان احمد حسن يدخل بكاس افريقيا لارض الملعب وكده. يعني ايه علاقه احمد حسن بالنادي الاهلي او كده؟ هو بعيد عن النادي الاهلي وكده. مفيش نجم تاني من النادي الاهلي مثلا، واحد زي بركات، زي هادي خشبه، زي يعني النجوم كتيره يعني بصراحه. يعني واحد زي كابتن حسام حسن، تمام، الذاكره مش حضراني مثلا في نجوم اعتزلت قبل كده. كابتن محمد يوسف، كابتن وائل جمعه، تمام. ابو تريكه مش موجود. يعني ايه احمد حسن؟ يعني مش فاهم انا. ما تجيب لاعب بيلعب في النادي الاهلي. كل التوفيق زي ما قلنا للنادي الاهلي وده العادي ومش جديد ان الاهلي يبقى بطوله افريقيا وكده. والله العظيم انا بتفرج وعادي واعصابي عادي جدا، واكن انا عارف ان انا بتفرج على فيلم عربي. البطل او البطل هيبقى في اي اختلاف في اول الفيلم، او الولد هيتوه عن ابنه مش عارف في اول الفيلم، على الولد هيتوه على من ابوه او كده. وفي نهايه الفيلم البطل والبطله بيرجعوا لبعض، او الولد بيرجع زي الافلام العربي. فاقعد كده وهدي نفسك وهات الشاي والعصير بتاعك واقعد كده، روح مع الماتش وتعالى، بس باذنك يا رب الاهلي هيحسمها. الف مبروك للاهلي والاهلاويه. ومش عايزين نطول على حضراتكم، ونشوف السوبر بين الثنائي المصري الاهلي والزمالك. السلام عليكم، ودايما الاهلي وجماهيره في انتصارات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكره مع نصر.